لو حابين تقللوا العيش في وجباتكم لازم تعملوا وجبات مشبعة. هنعمل النهاردة طاسة حلوة جدا للفطار، مغذية ومشبعة لفترة طويلة. في طاسة غير لاصقة ضفت مكعب صغير من الزبدة، ممكن تستبدليه بمعلقة صغيرة من السمنة البلدي الطبيعي أو معلقة صغيرة من زيت الزيتون مش أكتر. ونزلت بشرائح البتنجان على نار متوسطة، وهبدأ إن أنا أرش رشة صغيرة خالص من الملح علشان البتنجان بتاعك يبقى مملح ما يبقاش دلع. ممكن تستبدلي كمان شرائح البتنجان بشرائح الكوسة. الوجبة النهاردة حلوة وسلسة. اول ما ياخد لون من جنب هبدا ان انا اقلبه على الجنب التاني، وطبعا الشرائح بتاعه البتنجان بتبقى متوسطه، مش رفيعه قوي عشان ما تتهرتش، ومش سميكه عشان تبقى مستويه، وهو بيبقى مستوي وطعمه خطير. بعد ما اخد لون من على الجنبين كنت مقلبه البيض بملح وفلفل زي ما تحبي، عايزه تحطي بيضه تحطي بيضتين تحطي اكتر براحتك على حسب الافراد اللي هياكلوا. ونزلت بالبيض على البتنجان، واول ما بدا انه يتشمع من تحت قلبته على الجنب التاني. ممكن تغطوه، مش مهم خالص ان انتوا تقلبوه على الجنب التاني، ممكن تغطوه بس انا عشان مستعجله فقلبته على طول على الجنب التاني، اتأكدت ان البيض استوي، استوى كامل. لو عايزينه كمان تحطوا في النص جبنه براحتكم وتطبقوا عليه السندوتش. عايزه اقول لكم الوجبه دي هتغنيكم عن العيش، لو حابين ان انتوا تشيلوا العيش من وجباتكم، طبعا لمرضى الكوليسترول ومرضى مقاومه الانسولين، وكمان لو بتعملوا دايت هتخسسكم بسرعه جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، ولو حابين وصفات صحيه اكتر يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك.